بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. أستغفر الله العظيم. اللهم ارحم زوجتي وبارك لي في ابنتي. أستغفر الله العظيم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ولا إلى النار مردي. أستغفر الله العظيم. اللهم متعني بسمعي وبصري وقوتي ما أحييتني واجعلهم الوارث مني. لماذا يستغفر قبل كل دعاء؟ غفر الله لك يا أخي. ضيفي العزيز، هل أزعجك صوتي وأيقظك من النوم؟ لا والله، كان صوتك عذبا جميلا وأنت تتلو القرآن، ولكني أريد أن أسألك، لماذا تستغفر الله قبل كل دعاء تدعو؟ أعمل بمبدأ التخلية قبل التحلية. التخلية قبل التحلية؟ نعم، أستغفر الله من كل ذنب حتى يتقبل مني كل دعاء. فكرة جميلة. هل أكتمك سرا؟ سرك في بئر عميقة. والله ما دعوت الله بدعوة سبقتها بالاستغفار إلا واستجابها الله. تقصد أنه سبحانه وتعالى استجاب لكل دعواتك؟ إلا دعوة واحدة أدعوها منذ زمن طويل ولم تستجب حتى الآن. وما هي؟ أن ألتقي يوما بالإمام أحمد بن حنبل. الإمام ابن حنبل؟ ولماذا هو بالذات؟ لأنني قرأت عنه الكثير واستفدت منه في ديني ودنياي. كنت أريد أن ألقاه لأشكره على علمه الذي انتفعت به، وأدعو الله أن يجعله في ميزان حسناته إلى يوم الدين. أيها الرجل الطيب، لقد استجاب الله دعوتك. أنا أحمد بن حنبل. يا الله، أنت الإمام أحمد؟ نعم، أنا. دعوت الله أن تلقاني فأتاك الله بي، وخادم المسجد جرني إليك جرة. الحمد لله، الحمد لله أني التقيت بك يا إمام. والله لقد تعلمت منك الكثير. وأنا أيضا تعلمت منك. من الآن فصاعدا سوف أستغفر الله قبل كل دعاء.